صباح الفل. النهارده الاجواء حلوه مشمسه، جو جميل. درجه الحراره 6 بس ما تحسش ان هي 6 خالص، تحس ان هي 15. قررنا ننزل نفطر، نتمشى، نصور شويه فيديوهات، وممكن كمان نطلع الجبل نلعب في التلج شويه في الجو الحلو ده، ونفرجكم على بقيه مرعش. ودلوقتي هنروح ناكل اكله مشهوره قوي، بوريك. نفطر بوريك في محل بوريك البيت، من اكثر المحلات اللي بحبها في مرعش لأكلة البوريك. ولما نطلع هوريكم البوريك ده شكله ايه. هو ده بقى البوريك. ايه البوريك ده؟ هو بالمصري كده هو جلاش. الجلاش بتاعنا بس بيعملوه بطريقه حلوه قوي، وبيبقى مليان جبنه، بيبص جبنه. بصوا يا جماعه الفلفل اللي بقول لكم اجمد فلفل في الدنيا. وبعد الفطار طبعا يجي وقت العصير. ده فرغلي بتاعهم هنا، عصير حلو وجميل ولذيذ ورخيص. كوبايه موز باللبن زي الفل، وعليها مكسرات 7 ليره. 7 ليره ده يعني 8 جنيه مصري. النهارده احنا في التلج. احسن حاجه تعملها هنا في تركيا بصراحه بالنسبه لي، اكتر حاجه ممتعه هي متلجه، وبنرجع ساعات غرقانين من الذوبان اللي بيحصل. بس فعلا امتع حاجه ممكن تعملها هنا انك تطلع التلج، خصوصا ان احنا بلد سخنه طول السنه، شمس شمس شمس، والمطر عندنا مش ممتع اخر حاجه يعني، غرقان وكده. لكن هنا التلج بجد حاجه في منتهى الروعه، يعني احساس انك تركب تلفريك ده اول مره في حياتك مبدع مبدع مبدع. وطبعا لما يبقى معاك 2 زي الناس دي بيبقى حاجه يعني ايه جميله. وعياط ابني تحفه بصراحه بجد. اكتر حاجه بحبها هنا يعني اقضي مع بعض اليوم ونشوف التلج بيبقى عامل ازاي. من الحاجات الحلوه اللي عاملينها هنا برضو الشاليهات اللي هناك ديت، الاوض الخشب دي ممكن تأجرها تبات فيها يوم يومين، حاجه زي فندق كده. الفيو طبعا بيبقى عالمي، وبالليل بيبقى تحفه، بيبقى فيه اضاءات في الجبل واضاءات حوالين الاوض ديت، شكلها حلو قوي. طبعا عندنا دلوقتي استاذ فهد، دودو ونونا خدته وطالعين هيتزحلقوا بالزلاجة زي الناس ديت، مسخرة السنين طبعا. نونا ودودو نازلين في العربية القادمة ديت، ونونا سايبة ايديها وبتعمل حتة تايتانيك، والسرعة عالية والرياح عاتية. يلا يا نونا، برافو عليك يا بنتي والله. نزلت بسلام وامان هي وفهد اصلا متعور كده كده. برافو. هي عربيتكم بطيئة ولا انا متهيألي؟ طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين في شغل ادفانسد، اللي هو بقى انت تركب الزلاجات اللي في رجلك
وتنزل تتزحلق على الجبل زي الراجل اللي هناك ده. فدي حاجة يصعب على أمثالي عملها بصراحة، لأن أنت لو وقعت من فوق هتتكحول وهتغرز في التلج، وهيبقى حالتك حالة وهيضطروا يطلعوا ينقذوك. ونونا طالعة تركب التلفريك لوحدها عشان منعونا نركب بفهد. مش عارف ليه، مع اننا ركبناها قبل كده في فهد، بس قبل ما نصور فيديوهات اليوتيوب والكلام ده فما صورناش. ارخم حاجه فيه ركوبه بقى، الركوبه لازم تنط فجاه تقعد على الكنبه بتاعته. بص هتركب ازاي، هوب فجاه بتتزلط في الكرسي، هوب. اروع حاجه بجد هنا انا بحبها في التلفريك المنظر من فوق بقى. وهنا على قمة الجبل.